رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير، بقالنا فتره كبيره مش بنصور، بس ان شاء الله هنرجع نصور مع بعض. بجد مصوره الفيديو ده او هبتدي اصور في الفتره دي، محتاجه جدا طبعا كلكم دعواتكم للثانويه العامه. عندي بنتي ان شاء الله بتمتحن الايام دي في ثانويه عامه، محتاجه كلكم تدعوا لها وتدعوا كل طلاب الثانويه العامه. بجد فتره صعبه جدا هي فتره الامتحانات دي، سنه كامله من المجهود والتعب والضغط، بس مفيش يعني اكتر فتره بقى محتاجينها هي الشهر ده. بجد الاسترس بتاع ضغط الامتحانات جامد جدا، فمحتاجين كلنا ندعي لهم، ربنا ينجحهم، ربنا يوفقهم، ربنا يديهم ما يتمنوا ويحققوا كل اللي بيتمنوه نظير تعبهم ومجهودهم. ربنا يوفقهم جميعا يا رب. ان شاء الله هنعمل حاجه بقى، بما ان احنا بنتكلم عن الثانويه العامه هنعمل حاجه عن التركيز، يعني حاجه بعملها لها يوميا كده عشان تركز، فقلت خلاص هعملها في فيديو كده صغير سريع نعملها مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا نبتدي مع بعض نشوف الفيديو. اشوفكم على خير. تعالوا بينا بقى نسمي الله ونعمل معانا المشروب، مشروب التركيز، مشروب الروقان، مشروب الطاقة. بجد النسكافيه من الحاجات الحلوة قوي. تاني حاجة بعد البن بصراحة نمبر 1 هو البن، بس النسكافيه برضو له مذاق وله طعم حلو قوي. هنعمله النهاردة ب3 مكونات بس. اول حاجة معانا النسكافيه. انا خدت كده الفنجان ده عايرت بيه، هعاير بيه ال3 مقادير اللي معايا، اللي هم ايه 3 مقادير: السكر، النسكافيه، المية. مفيش اسهل من كده. اهم حاجة ان الكوباية او المج او الفنجان ايا كان اللي انت بتستخدميه يكون واحد، علشان تطلع معاكي المقادير مظبوطه ويطلع بالقوام والشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض في الفيديو. انا هنا بعاير نفس الكميه اللي انا عايرتها من النسكافيه، اللي هو نفس الفنجان ده ومعلقه من السكر، وهعاير برضو نفس المقدار ده من الميه، يعني نفس الفنجان ده ومعلقه من الميه. بعد كده هنبتدي نضربهم بالمضرب الكهربائي. بالمضرب بيدي نتيجه يا جماعه هايله. ممكن ان انت تجربي تعمليه في الخلاط، بس مش هيديكي نفس القوام بتاع المضرب الكهربائي. طبعا للناس اللي ما عندهاش مضرب وعايزه تعمله، الخلاط برضو بيديني نفس الافكت بتاع القوام ده، بس مش نفس النتيجه بصراحه. المضرب بيديله نتيجه حلوه جدا زي ما احنا شايفين كده. في الاول بضربه على سرعه هاديه، وبعد كده ببتدي اعلي السرعه وابتدي اضرب فيه. بياخد معايا حوالي 7-8 دقائق. طبعا مش مهم عندنا الوقت خالص، لان ده بيعتمد على سرعه المضرب او العجان اللي انت بتضربي فيه او ايا كان الحاجه اللي انت بتضربي فيها. هنا بعد ما ضربته كده حوالي 5 دقايق ببتدي انزل الجوانب بتاعته، علشان السكر طبعا بيطلع فوق على الجناب كده. ببتدي ان انا انزله تاني علشان لما اجي اعبيه في البوله ما يفصلش مني. يعني خطوه الضرب دي مهمه جدا، لان هنلاحظ كده، او اللي بيعمل الرغوه دي هيعرف. انا قابلتني يعني، كنت اوقات بلاقيه فاصل تحت كده في العلبه من تحت، عامل طبقه عازله كده، يعني الكريمه دي فوق وفي تحت طبقه من النسكافيه، تحس ان هي مش دايبه هي والسكر. فعرفت ده ان انا لازم ان انا اضرب كويس جدا علشان اتاكد ان السكر داب مع الميه مع النسكافيه، فيديني قوام الكريمه من اول معلقه لاخر معلقه في العلبه، يديكي نفس النتيجه. هنا بقى شايفين بعد ما ضربته كده حوالي 8 دقائق، شايفين قوامه عامل ازاي؟ مش راضي ينزل من المضرب، بقى تقيل جدا وكمان شكله بقى فاتح قوي. عايزه اقول لكم ان ريحته لوحدها جنان. طبعا انا على جنب بغلي لبن عشان نعمل مع بعض كده مجين نسكافيه كده نروق على نفسنا. طبعا النسكافيه ده احنا كلنا لما بنخرج بره بنحب نشربه، لانه بيكون له طعم حلو قوي، بيكون عليه كمان الكريمه بتاعته دي من فوق، وبيتحط له بقى مكسرات وبيتعمل له اشكال، وبيبقى طعمه فعلا الكريمه او الرغوه دي بتدي له طعم حلو قوي. سهل جدا ان احنا نعمله في البيت. طبعا ولادنا دلوقتي بيمتحنوا، او خصوصا بتوع الثانويه العامه، بالله عليكم ما ننسى دعوه حلوه للثانويه العامه، ان هم ربنا يوفقهم وينجحهم يا رب. العلب دي هي اللي انا هحفظ فيها الرغوه بتاعتي، او لو انت طبعا عندك اي علبه كبيره تقدري تحطيهم فيها مش هتفرق. تعالوا بينا بقى نعمل مع بعض كده النسكافيه. كده هاخد كده معلقه كبيره، طبعا دي معلقه صغيره فباخد منها معلقتين، انما معلقه كبيره حلوه قوي للمج عندي. وبعد كده هننزل عليها بالحليب. هنا عايزه تضيفي سكر براحتك، مش عايزه تضيفي سكر تمام اللي يعجبك. يعني عايزه اقول لك ان انا كمان بعمل يعني حركه نميسه كده، لما بيكون عندي شوكولاته بضيف له شويه شوكولاته. عايزه اقول لك بقى بتنقله حته تانية خالص بدل السكر، طبعا مش مع السكر، يعني زياده الروقان.
بس انا دلوقتي ما كانش عندي شوكولاته او مش مسيحه شوكولاته او ما جاش في بالي بصراحه ان انا احط شوكولاته. بس لما بيكون الدنيا رايقه بقى، اما بيكون جاي لي ضيوف كده وعايزه ادلعهم، اعمل لهم بقى النسكافيه ده، بحط له بقى التاتش بتاعي، اللي هو بحط الكريمه دي كده في كيس حلواني. ده انا بديك افكار بقى لو انت عايزه تدلعيهم. وتحطي الكريمه دي في كيس حلواني، تصبي الاول الحليب بتاعك وبعد كده تحطيها في كيس، ان شاء الله مش كيس حلواني، مش لازم قمع يعني حلواني، ممكن كيس عادي من بتاع التلاجة، وتعمليها من فوق كده بشكل حلزوني، هتبقى ثابته وشكلها حلو قوي وكمان طعمها جنان. نديها رشه من السوداني بقى من فوق كده، رشه من النسكافيه، من الكاكاو، من البن. عايزه اقول لك حاجه تانية، تقدري برضو تعمليه على البارد، ان انت تحطي له تلج وبيبقى خطير في الجو الحر ده، بيبقى تحفه. هنا انا هديله رشه من النسكافيه كده، بتديله طعم وكمان بتعزز النكهه بتاعته حلوه قوي، وكمان بتخلي شكله جميل. احنا متفقين ان العين بتاكل قبل البق، فلازم نهتم قوي بالشكل. فبنعمل بقى كوبايه النسكافيه كده لاولادنا الصبح قبل ما يروحوا الامتحان، مع حاجه خفيفه للفطار، لان هم اصلا ما بيبقوش راضيين يفطروا. فبجد حلو قوي في يعني انه موجود عندك في البيت، من الحاجات الحلوه الجميله اللي انت ممكن تجربيها، وسهله جدا ومش بتاخد معانا، ما فيهاش مقادير اصلا وما فيهاش خطوات كتير ولا حاجه. ده ما فيش 10 دقايق بتكوني جهزتيه وانتوا واقفه بتعملي كميه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. يعني عمل معايا حوالي 3 علب من العلب الشفافه ديت. ده هتقعد عندك يعني وقت طويل جدا. عندك طريقتين للحفظ، تقدري تحفظيه في التلاجة على الرف، بس ده مدته اسبوع واحد بس، وبعد كده بيفصل بقى او بيبقى مش حلو. الطريقه اللي انا بحفظه بيها دايما هو في الفريزر، مش بيجمد مش بيتلج ولا حاجه. بتطلعيه من الفريزر، تاخدي بالمعلقه يكون نظيفه، بيتشال معاكي على طول بمنتهى السهوله، ما بيعملش تلج ولا حاجه، ترجعي العلبه تاني في الفريزر وتستخدميه زي ما احنا شفنا مع بعض كده. يا رب يكون الفيديو بتاعي النهارده كان حلو وسهل ولذيذ كده. هو في عارفين بقى حاجه كده في منتهى اللذاذه والروقان، ويكون عجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، ودعوه حلوه منكم للثانويه العامه. واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.